يلا نلحق موسم الفراولة ونعمل أحلى مربى فراولة. بصوا يا جماعة، طبيعية ومن غير أي مواد حافظة، وهديكوا كده السر عشان تطلع باللون الحلو ده، وكمان تقعد معاكي كتير، وكمان من غير بقى الجيلي والحاجات دي. يلا بينا نبدأ. أول حاجة كده عندي الفراولة. طبعا بختار الفراولة تكون لونها أحمر قوي كده زي الدم زي ما انتوا شايفين، عشان تطلع معاكي كده إيه، لونها أحمر وجميل. أول حاجة طبعا بشيل الحتة الخضراء اللي جواها والحتة اللي فوق. طبعا قبل ما أشيل طبعا كل دي غسلها كويس قوي بقى بمية وبيكربونات وخل زي ما قالوا بالظبط، يعني نزلت شوايب قد كده. شايفين قطعتها بقى كلها، وانا استخدمت 2 كيلو من الفراوله. هستخدم عليهم 4 كوبايات من السكر، يعني كل كيلو فراوله هحط له كوبايتين من السكر. ممكن اقلل، ممكن اقلل زي ما انتوا عاوزين. ركزوا بقى عشان في التفاصيل دي، عشان التفاصيل دي اللي هتنجح معاك الفراوله. وهسالك بقى في نص الفيديو واخر الفيديو، فعايزك مركزه. بصوا بقى، قلبت الفراوله مع السكر، شايفين؟ هبدا كده بقى ايه، اغلفها بده استريتش رول. وبعد كده هادخّلها بقى التلاجة تقعد ليلة كاملة. فين؟ في التلاجة. ممكن لو أنتِ مستعجلة سيبيها ساعتين، بس ليلة كاملة عشان الفراولة تنزّل كل المَيّة بتاعتها والسكر كده يدوب في الفراولة. ولا بنضيف ولا نقطة مَيّة. ركّزوا معايا، شايفين كل المَيّة اللي نزّلتها السيراب ده؟ ده من الفراولة، ده طبيعي. ما نزّلتش ولا نقطة مَيّة، ما حطّتش نقطة واحدة من المَيّة، خلّي بالكم. وبعد كده هانقل بقى الفراولة كلّها فين؟ جوّه الحلة. بعد كده هارفعها على نار تكون متوسطة. يا جماعة ركزوا ركزوا بالراحة خالص، اديني بقول لكم بصوا بالراحة خالص. هنحطها على نار متوسطة، هتبدأ تاخد تغلي كده غلوة غلوتين. هبدأ كده اشيل الريم اللي فيها. طب لو ما شلتش الريم المربى بتاعتك هتبوظ بسرعة. تمام. عندي بقى شوية مية عاديين كده مع فرشة، هبدأ كده اخد وابدأ كده امسح حوالين الحلة، علشان لو انا ما عملتش كده هتسكر منك وهتبوظ. اديني قلتلك كذا معلومة، خلي بالكم. هي بصراحة حركة مملة عشان انتِ لازم تقفي جنب الحلة وتقعدي تشيلي الريم عشان ممكن تفور منِّك. فخلّي بالِك واعمليها في حلة ايه، حلة كبيرة. بعد حوالي ساعة إلا ربع بُصّي الحلاوة وبُصّوا الجمال. طبعًا ايه، شِلت الريم. أعرف منين إنها نجحت؟ هابدأ كده بالسباتيولا دي، هابدأ أعمل خط. لو الخط كده ما رجعش لبعضه يبقى دي استوت وبقت زي الفل. المادة الحفظ بتاعتي نُص ليمونة. طب لو ما عنديش ليمون، عندي بُصّوا نُص معلقة صغيرة من ملح الليمون. خلّي بالكم. هابدأ كده أدّي بقى التقليبة وأسيبها بقى يا جماعة تبرد خالص. وعقبال ما تبرد أكون عقّمت إيه، البرطمان. بيتعقّم إزاي؟ باحط له مَيّة سخنة وبعد كده باقفله وأشيل المَيّة السخنة اللي جواه وأسيبه بقى ينشف خالص. ما ينفعش البرطمان يبقى فيه نقطة مَيّة. شايفين المربى حلوة وجميلة إزاي؟ هابدأ كده إيه، أصُبّها في البرطمان بتاعنا. هاسألكوا سؤال، قُلت لكم على كيلو الفراولة هاحط كام كوباية سكر؟ يالّا قولوا لي أشوفكم مركزين والّا لأ. شايفين الحلاوة وشايفين الجمال بتاع المربى؟ بجد جربوا الوصفة وهتعجبكم، ولو عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم. كان معاكم الشيف أبانوب.